اتكلمنا خلاص عن الانترفيس، عرفنا الانترفيس بتاعتنا البروجكت، عملنا الكومبوزيشن بتاعنا سميناه تيست 1. تعالوا ننافيجيت في الانترفيس بتاعتنا. مبدئيا كل البانلز دي تمام، لو جيت وقفت عليها من الجنب كده هقدر ان انا اتحكم في حجمها زي ما انا عايز، بحيث ان انا ارتب حسب حجم الشاشه بتاعتي. تمام، الانترفيس نفسها اقدر ان انا اغير فيها زي ما انا عايز. في التايم لاين تحت انا عندي 3 زراير كده لونهم ازرق، او لو لونهم مش ازرق عندكم هيبقى جراي، فانا بس هخفيهم دلوقتي. اللون الازرق ده يعني اكتيفيتد، تمام، الجراي يعني دي اكتيفيتد. فانا حاليا بس محتاج ان انا اشوف التايم لاين بتاعي اكتر في الجزئيه دي. الجزئيه دي اللي بيكون فيها اللايرز، والجزئيه دي اللي بيكون فيها الكي فريمز زي ما هنشوف دلوقتي. طيب، وفوق هنا عندي التولز بتاعتي. اول تول اللي هي السيلكت تول، تمام، اختصارها حرف في. والتول اللي هنشتغل بيها دلوقتي هي الشيب تول. تمام، لو فضلت ضغط عليها كده دلوقتي هنا بيجيب لي كذا شيب اقدر ان انا ارسم بيه. فانا هختار الابس، اوكي، وهاجي هنا هختار الستروك بتاعها هخليه 0، تمام، او لو ضغطت على كلمه ستروك نفسها هقدر اخليها نون. تمام، اي حاجه لونها ازرق كده معنى كده اقدر اضغط عليها انها كليكابل يعني. لو ضغطت على فيل هختار ان هو يبقى فيه لون، واللون بتاعي let's say هخليه على الباك جراوند السودا دي، اوكي، خليه اصفر داخل على اورنج كده سنه، اوكي. وانا شغال على التايم لاين على الكومبوزيشن هنا عندي التول دي اللي هي التايتل اكشن سيف. البروبرتي دي هشغلها، دي بتخليني قادر ان انا اكون شايف الكومبوزيشن بتاعي وشايف فين النص بالظبط، فين النص في التول، فين النص في العرض والكلام ده كله. فانا هاجي هنا وهبدا ان انا ارسم الدايره بتاعتي. لو دوست شيفت هتبقى دايره بالظبط، ولو دوست معاها كنترول على البي سي او كوماند على الماك هيبقى قادر ان انا هخليها في النص بالظبط. تمام، فانا هرسم الدايره بتاعتي كده. هقدر ان انا بالسكرولينج على الماوس اعمل زوم ان وزوم اوت. تمام، دلوقتي لو انا جيت ورسمت الدايره بتاعتي بالشكل ده، دلوقتي انا بقى عندي شيب لاير اهو ظهر. انا عملت كنترول زد، شايفين ده كان قبل، ودلوقتي لما عملت الدايره بقى في عندي شيب لاير تحت اهو. الشيب لاير ده بقى ليه وجود على التايم لاين. تمام، قادر ان انا اكون شايف هو بادئ من فين ومنتهي لفين. هو حاليا لما اي شيب لاير بيترسم او اي حاجه بعمل لها امبورت اوتوماتيكلي بياخد حجم التايم لاين او الكومبوزيشن التايم لاين كله. فانا دلوقتي اقدر ان انا اقف على الشيب لاير ده. لو دوست حرف البي في اول مره اتكلمنا هيفتح لي بوزيشن، والاس سكيل، التي اوباسيتي، والار روتيشن. دي البروبرتيز بتاعه اللاير ده. اقدر اجيبها منين تاني؟ لو انا في سهم صغير كده هنا لو ضغطت عليه السهم ده، تمام، هتلاقي جواه في ترانسفورم وجواه انكر بوينت مالناش دعوه بيها دلوقتي، بوزيشن، سكيل، روتيشن، اوباسيتي، البروبرتيز اهي كلها. بس طبعا بنستخدم اختصارات عشان بيبقى اسهل لنا. فلو بي اس، لو انا عايز اشغل كذا بروبرتي مع بعض هدوس بي شيفت اس فتح لي الاثنين مع بعض. لو دوست شيفت تي كمان بقى اوباسيتي، فاقدر ان انا اشغل كذا بروبرتي مع بعض زي ما انا عايز. هاجي دلوقتي هدوس حرف الفي بالسلكشن تول، وهاجي هحرك دي كده. دلوقتي انا عشان ما احركهاش باي شكل غلط بدوس شيفت عشان احركها في 1 اكسس بس. دلوقتي احنا في الكومبوزيشن بيبقى عندنا الاكس اكسس اللي هو لو هحرك اي حاجه يمين وشمال على الاكس اكسس، تمام، او الواي اكسس لو هحرك اي حاجه فوق وتحت. تمام، فانا لو عايز امشي على اكسس واحد بس بدوس شيفت. فانا عايز اتحرك يمين وشمال دلوقتي دايس شيفت اهو، فالحاجه هتتحرك معايا يمين وشمال. لو انا عايز فوق وتحت هدوس شيفت، نفس الحكايه. فانا دلوقتي هاجي هنا، انا عايز اتاكد ان الكره في النص بالظبط، فانا ممكن ان انا من ويندو هروح على البانل بتاعه الالاين. اي بانل معمول جنبها صح معنى كده انها موجوده اوريدي في الورك فلو بتاعي. تمام، ورك سبيس بتاعي. لو دوست دلوقتي الاين هيفتح لي البانل الجديده بتاعه الاين. هدوس دلوقتي الاين سنتر،
الاين سنتر، فانا كده متاكد مليون في الميه ان الكره بتاعتي في النص بالظبط. لو جيت عملت كنترول بلس عشان ادخل اعمل زوم ان على الدايره بتاعتي، دلوقتي انا عايز اعمل ان الكره بتاعتي ليها حاجه اسمها انكر بوينت اللي احنا اتكلمنا فيها. لو انتوا جيتوا شفتوا لما فتحنا ترانسفورم هنا في انكر بوينت. ايه الانكر بوينت دي؟ دي النقطه اللي نقطه النص او نقطه اللي بيحصل عندها الانيميشن بتاع الكره. او لو انا جيت مثلا دلوقتي، خليني اشرحها لكم عملي. لو انا جيت اعمل روتيشن دلوقتي، ايه اللي بيحصل؟ الكره بتلف حوالين نقطه هي مش في النص بالظبط. لو انا جيت النقطه دي، شايفين النقطه دي النقطه اللي بتلف حواليها الكوره. لو انا جيت وخدت النقطه دي حطيتها تحت وجيت عملت روتيشن دلوقتي، بقت بتلف حوالين النقطه دي. لو انا جيت غيرت مكانها، بغير مكانها ازاي؟ بستخدم التول اسمها بان بيهايند تول. انا دوست على حرف الواي على الكيبورد، ده الاختصار بتاعها. فحرف الواي بيخليني ان انا امسك البان بيهايند تول واقدر ان انا اتحكم في مكان الانكر بوينت بتاع الشيب بتاعي ده. طيب لو دوست بقى كنترول وانا او كوماند وانا بحرك الانكر بوينت، بيعمل سنابنج كده، بيخليها انها تروح بالظبط في عند واحد من البوينتس بتاعت الشيب، اللي هو فوق قوي او تحت قوي او في النص بالظبط. فانا كده بتاكد انها ميدل بالظبط في الشيب بتاعي. او في طريقه تانية ان انا لو ضغطت كوماند او كنترول دبل كليك على البان بيهايند تول، بيخلي الانكر بوينت في النص بتاعت الشيب بالظبط دلوقتي. طيب كل ده ليه؟ لان الانكر بوينت هي اللي بيحصل عندها زي ما شفنا الروتيشن، وبيبدا عندها التايم لاين بتاع الانيميشن او الفريمز بتاعتي. فلو جيت دلوقتي عملت بوزيشن، ده كده اول حاجه هنحركها، ودوست شيفت وخليت الكوره تيجي هنا، تمام. لازم احط الكي فريم بتاعي. طيب الكي فريم بقى لازم اقول له للافتر افكت ان انا دي بدايه الحركه بتاعتي، انا عايز الحركه تبدا من هنا، تمام. فلازم ادوس على الستوب واتش دي. في ستوب واتش كده انا ادوس عليها دلوقتي، لو كنترول زد البوزيشن اهي جنبها ستوب واتش، او ضغطت عليها، تمام، لونها بقى ازرق، وبقى هنا حط لي العلامه دي. لو عملنا زوم ان كده ممكن اكبر دي شويه، تمام. العلامه دي كده، تمام، معناها ايه؟ ان دي اول كي فريم. طيب احنا قلنا ان احنا لما بنيجي نحرك بنحط بدايه الحركه ونهايه الحركه. لو انا جيت دلوقتي وحركت دي وحطيتها هنا، مش هلاقي حاجه حصلت. يعني لو جيت دلوقتي غيرت، لازم انا هنا كده دلوقتي بريفيو بشوف الانيميشن اللي حاصل. ليه ما حصلش حاجه؟ لان انا ما غيرتش التايم. انا لازم اقول له ان دي بدايه الحركه، وبعد وقت قد ايه يروح للبوزيشن الثاني او يروح للكي فريم الثاني. فانا لازم اجي هنا واتحرك في التايم لاين بتاعي، هروح للوقت الثاني. هو هنا عمال بيعد، شايفين هنا في تايمر كده عمال بيعد. ده بيعد ايه؟ ده بيعد فريمات. لو انا جيت هنا تلاقي كده 1 فريم 2 فريم 3 فريم 4 فريم. ممكن اتحرك هنا او ممكن اتحرك بكنترول وسهم يمين وكنترول سهم شمال، تمام. ده بيتحرك في التايم لاين فريم باي فريم، فريم 1 فريم 2 فريم 3. فانا دلوقتي في فريم 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8. نفس الحكايه هتلاقوا التايمر موجود هنا كمان. فانا عندي التايمر هنا وعندي التايمر هنا. فممكن عند 12 فريم مثلا اقوم جاي. ايه اللي حصل دلوقتي بقى؟ غيرت مكان الكوره بعد شويه وقت، غيرت مكان الكوره. حصل كذا حاجه. هو حط كي فريم لوحده، هو عرف ان انا غيرت قيمه البوزيشن، فاوتوماتيكلي راح حاطط لها كي فريم. وفي نقط هنا كده، النقط دي كده دي ايه؟ دي الفريمات اللي هيحصل بيها الانيميشن. لو انا جيت دلوقتي هلاقي ان الكوره شايفين بتعدي على فريم زي ما احنا اتكلمنا ان الانيميشن هو عباره عن فريمات. فده اللي بيحصل دلوقتي. لو جينا دلوقتي اهو الكوره
اتحركت من النقطه دي للنقطه دي، فالكره عندي دلوقتي بتتحرك من الشمال لليمين. طيب انا لو جيت دلوقتي دوت سبيس هلاقي ان التايم لاين بتاعي هيفضل مكمل لحد ما يوصل لل10 ثواني. انا عايز اركز دلوقتي مع الكوره دي، مع الانيميشن ده بس، فانا بدوس باجي هنا اقف عند الحته اللي انا عايز ابدا ابص عليها، هدوس حرف البي في الكيبورد، واجي هنا بعد شويه، بعد سنه شويه من الانيميشن، بدوس حرف الان في الكيبورد beginning واند. فانا هنا ايه اللي حصل؟ شايفين ده الورك اريا ده تمام، كان بدايته هنا ونهايته هنا. لما انا دوست بي دلوقتي وضغطت ان دلوقتي بقى مركز على الحته اللي انا عايز اشوفها بس، فاقدر ان انا اشوف الانيميشن بتاعي في الجزئيه دي بس. اقدر ان انا اغير حاجات كتير دلوقتي. اقدر ان انا ممكن ان انا اخلي الانيميشن يستنى شويه. يعني ايه يستنى شويه؟ يعني اعمل سيلكشن للكي فريمز دي واحركها كده سنه يمين. فايه اللي هيحصل؟ هيبقى في فتره سكوت، بعد كده شايفين الفرق بين ده كده، بقى في فتره سكوت، بعد كده الانيميشن بيحصل، بعد كده فتره سكوت. تمام. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن لو احنا عايزين نسرع، لو انا دلوقتي عايز ان انا اسرع الانيميشن بتاعي، هعمل ايه؟ هقلل المسافه اللي بين الكي فريمز. فانا لو جيت دلوقتي هنا ورحت ماسك الكي فريم ده، دلوقتي شايفين ايه اللي بيحصل على في الكومبوزيشن؟ شايفين لما بحرك ده عدد الفريمز بيزيد ويقل. لو انا قربت الكي فريمز من بعض، بقى كام كي فريم؟ بقوا هما واحد كي فريم نفسه، بعد كده فريم 2 3 4 كي فريم. فلو جينا دلوقتي بقى انيميشن سريع جدا. لو انا جيت دلوقتي رحت مزود قوي التايم، بقى الانيميشن بطيء. فسرعه الانيميشن وبطئه تمام ده بيحددوا المسافه بين الكي فريمز، انا هتحرك في وقت قد ايه من نقطه A لنقطه B. فده كده اول انيميشن نعمله مع بعض على الافتر افكت. الكوره دي هنقعد شويه كده حبه حلوين بنحرك كور. دي البيزكس بتاعت اي انيميشن هنعمله بعد كده. دلوقتي الكوره دي احنا ممكن نزود عليها كمان حاجه بروبرتي تانية، ممكن نخلي الموضوع ادفانسد اكتر سن. دلوقتي هي بتعمل انيميشن من النقطه دي للنقطه دي. لو دوسنا حرف الشيفت اس فتحنا السكيل كمان. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نخلي انها عند النقطه دي السكيل بتاعها كان صغير تمام، وعند النقطه دي السكيل بتاعها بقى اكبر، بقى 100%. فاللي هيحصل فيبقى عندي انيميشن كده. اقدر ان انا اعمل روتيشن كمان، اقدر اعمل اوباسيتي، اقدر ان انا احرك كذا بروبرتي مع بعض، ومش شرط يكونوا ماشيين مع بعض. دي حاجه تانية، ان انا ممكن لو مسكت الكي فريمز بتاعت السكيل وحركتها بعيد شويه، دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ممكن احركها ابعد سنه كمان، فايه اللي هيحصل؟ هيبدا يتحرك بعد كده يكبر. فانا قادر ان انا اعمل كذا حاجه، كذا بروبرتي، اقدر ان انا احركها بكذا فاليو زي ما انا عايز. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن ان انا اقول انا عايز ان الكره ما تبقاش واقفه هنا، انا عايز ان الكره مره واحده تكون موجوده وهي بتتحرك وبتكبر وكده تقف شويه وكده ترجع مكانها تاني. اقدر ان انا اخلي اللايرز بتاعتي ما يبقاش بدايتها من اول الكومبوزيشن هنا، عن طريق ان انا بدوس على اللاير نفسه تمام، بعد كده ادوس الت وحرف الجيم وحرف الدال في الكيبورد تمام، او اللي هو البراكت شمال براكت يمين في الماك. فالت جيم والت دال في الكيبورد الويندوز، او الت جيم والت ت مربوطه في الماك تمام. فانا لو جيت دلوقتي ده كده ايه اللي هيحصل؟ ان شايفين الفراغ ده معناها ان اللاير ده مش موجود، دي مش بدايته بقت عند الفريم رقم 8. فاللي هيحصل عندي كالاتي، كانه ظهر مره واحده تمام وهو بيتحرك. طيب عايزه يقف شويه وبعد كده يرجع يتحرك تاني، طب هيتعمل ده ازاي؟ لازم احدد المده اللي هيقف فيها، هيقف قد ايه. فهو مثلا هنا في فريم رقم 17 همشي
مثلا كام فريم. لو انا عايز امشي بالك من الفريمز، لو عايز امشي مثلا 10 فريمز، بعد كده عايز امشي مثلا ندي رقم 16 فريم، همشيهم ازاي؟ بدل ما امشي 1 2 3 4 5 لحد 16، لا انا هدوس كوماند او كنترول شيفت وادوس الزرار يمين وشمال زي ما احنا عرفنا قبل كده. بدل ما هو كوماند يمين وشمال بيمشي فريم فريم، لو دوست معاهم شيفت يمين وشمال بقى بيمشي 10 10 10. فممكن ان انا امشي دلوقتي 10 فريمز، بعد كده 1 2 3 4 5 6. تمام. هقدر ان انا هنا كده عايز المده دي من اول هنا لهنا، من اول ده كده لده كده، عايز دي فتره ثبات. فتره الثبات محتاجه برده كي فريم، فانا بس الكي فريم هنا لازم احطه بنفسي انا. لو انا جيت حطيت كي فريم عن طريق ان انا ادوس على الستوب واتش، ده بيمسح كل الكي فريم بتاعتي، فانا ما ينفعش اعمل ده. هنعمل كنترول زد عشان اعمل ده. ازاي؟ شايفين شكل الكي فريمز اللي هنا ده؟ لو دوست عليه هيبدا ان هو مانوالي يحط لي كي فريم في الحته دي، فيبقى عندي انا ده كي فريم البوزيشن بتاعه كان كده، بيروح لحد الكي فريم البوزيشن بتاعه كان كده، وبعد كده بيفضل الكي فريم والكي فريم ده نفس الفاليو، هم نفس الكي فريم. تمام. يعني انا مثلا لو مسحت الكي فريم ده اقدر ان انا اعمل حاجه تانية، ان انا اخد ده امسك ده كده سيلكت للكي فريم ده وادوس كوبي كنترول سي او كوماند سي بيست كنترول في، فهو كده اخد الكي فريم هو وحطه لي هنا. او لو عملتها بالطريقه الثانيه وات ايفر، فانا اقدر دلوقتي ان انا اتحرك من هنا لهنا هيفضل ثابت، وبعد شويه وقت انا كده طلعت بره الورك اريا بتاعتي، فاقدر ان انا امسكها واكبرها كده شويه من هنا لهنا، واقوم جاي ده مرجعه تاني كده. لو عايز ارجعه للنقطه اللي بدأ منها بالظبط ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد دي كوبي بيست. تمام. فيبقى عندي وراجع تاني. ممكن اخليه بقى ايه كانه بيلوب، هنتكلم عن اللوبينج بعد كده. هاخد ده كمان السكيل كوبي، وهاخد ده كمان سكيل كوبي بيست. ممكن اخليه لما يجي هنا يختفي اللاير نفسه. دوست الت وقطعت اللاير وعايزه يبقى بالظبط مقطوع على نهايه الانيميشن، فممكن امسك الطرف ده من اللاير واقوم ايه محركه كده سنه، فيبقى عندي كأن حاجه متلوب، هو بيظهر يتحرك يكبر كده يرجع تاني وهو صغير وهكذا. تمام. اللي طبق دلوقتي على البوزيشن وعلى السكيل بيطبق على الروتيشن، بيطبق على الاوباسيتي، بيطبق على اي بروبرتي انا عايزها. حتى لما هنيجي نتكلم على حاجات مختلفه شويه عن تحريك البوزيشن والسكيل والروتيشن والحاجات دي. ودي كده البيزكس او الاساسيات بان انا احرك اي شيب، سواء ده كان مرسوم جوه الافتر افكت، سواء هنعمل امبورتنج لاشكال بعد كده. واللي اتطبق على الدايره بيطبق على الريكتانجل او راوند ريكتانجل، اي شيب من الشيبس دي كلهم بيتعاملوا نفس المعامله على الافتر افكت.